مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم سير علينا، برنامجكم اليومي اللي يتعلق بالعديد من القضايا والمواضيع. طبعا احنا عودناكم ننوع مواضيعنا وقضايانا. اليوم يوم رياضي بالنسبة لنا، راح نتكلم عن أمور عديدة وكثيرة. يمكن آخر حدث رياضي بعد ما فرحونا لعيبة المنتخب الوطني الرديف، ولو أنهم ما يحبون اسم الرديف، لكن بعد ما فرحونا بكأس غرب آسيا يعني تابعنا كلنا مباراة القادسية يعني والرفاع البحريني، وللأسف النتيجة اللي آلت لها 2-0 صالح الأشقاء البحرينيين. طبعا في مباراة إياب في الكويت راح تكون يوم الثلاثاء 19/10 الشهر هذا إن شاء الله الشهر الجاري. نتمنى من القادسية الملكي التعويض، وهو عودنا على تحقيق نتائج كبيرة. طبعا المباراة اللي حصلت البارحة والأحداث اللي فيها والكلام الكثير والجدل اللي صار حول تحكيم المباراة، كل هالقضايا راح نتطرق لها في الجزء الأول من حلقتنا لهذا اليوم. وهناك جزء آخر طبعا في هذه الحلقة يتعلق بقضية الاحتراف وتجارب الاحتراف اللي طبقت في دول الخليج العربي، سواء الإمارات، قطر، السعودية. راح نستضيف العديد من الإخوان الخليجيين يتكلمون ويحدثون عن تجاربهم مع قضية الاحتراف، خصوصا في ظل إذا جاز التسمية هروب بعض اللاعبين إلى سلطنة عمان والتعاقد مع أندية عمانية، لعيبة كويتيين بدون إذن من أنديتهم الشرعية بالكويتي أم من صالح النادي، هل هي من صالح الرياضة بشكل عام؟ كل هذه أمور راح نتطرق لها في هذا اليوم برنامجكم سير عليه. نادي النصر الامارات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامجكم سير علينا، ويعني فعلا حلقة مميزة وفقرة مميزة. صار كثير الكلام حول الأحداث الأخيرة، وصار عندنا مسلسل هروب للاعبين الكويتيين والمحليين. يعني كلنا قرينا بالصحافة وتابعنا أنه في لعيبة كويتيين 4 أو 5 لاعبين اتجهوا، وبعضهم اتجه إلى أوروبا، وبعضهم بالفترة الأخيرة سجلوا بأندية عمانية، يعني نادي ظفار وأحد الأندية الأخرى في سلطنة عمان. يعني الشيء هذا مثل جرس الإنذار أو مثل الفلاش اللي خلى الأمور كلها تسلط مرة أخرى على نظام الاحتراف عندنا في بلدنا، مثل بلد الكويت، البلد اللي سباق في كل الميادين. للأسف دائما نقول كان سباق في كل الميادين، لكن الأمر الواقع والحاصل الآن فعلا هناك نوع من التراجع، ما نبي نقول التخلف. يعني الكثير من الدول سبقتنا، دائما نضرب امثله بدول اوروبا والعالم المتقدم. الان ما احنا ضاربين مثل، وجه الكلام هذا للسلطه التنفيذيه والتشريعيه في بلدنا، ما احنا ضاربين مثل في الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه سبقتنا من زمان. اشقائنا الخليجيين يطبقون نظام الاحتراف على اعلى مستوى، ظروفهم نفس ظروفنا، يعني ما في عذر لنا ككويتيين اذا ما طبقنا هذه التجربه الاحترافيه واعطينا اللاعب المحلي والكويتي حقه في كره القدم. ارحب فيكم ثاني مره اخوي خالد ابراهيم، حياك الله خالد ثاني مره. حياك الله ابداع. يمكن الموضوع هذا موضوع شائك، هروب اللاعبين. يعني قاعد نشوف ابرز لاعبين في الانديه الكويتيه قاعد ينحاشون مثل ما يقول الى خارج دوله الكويت والاحتراف، ومن ثم العوده ببطاقته الدوليه ويكون حر نفسه في انتقال لاي نادي. يعني المشكله هذه كان المفروض تفاديها من اول من الهيئه العامه للشباب الرياضه، وايضا الانديه، وتطبيق الاحتراف الكلي يمكن في جميع انديتنا. ويمكن هذا سلاح ذو حدين، ويمكن تكون خيره للرياضه الكويتيه، ويمكن تكون انطلاقه جديده ان شاء الله. نعم. عموما مشاهدينا الكرام، لا شك ضيوفنا لهذه الفقره وهذه الحلقه مميزين جدا، واحنا نعتز بتواجدهم معنا. بدايه طبعا بالاستاذ والمستشار عبد الرحمن محمد بوعوف، محلل بالجزيره وشو تايم سابقا، والمستشار الفني لنادي النصر الاماراتي. حياك الله، وسعيدين بتواجدك معنا، المونديالي سنه 90 والمحلل الشهير حاليا. أنا سعيد اليوم بتواجدي وياكم في قناة سكوب، وسعيد بتواجد لمة من الرياضيين. في البداية طبعا أهنئ يعني حكومة دولة الكويت وشعبها والرياضيين بفوز منتخب الكويت في بطولة غرب آسيا، وأنتم تستاهلونها وكنتم مميزين في هذه البطولة. مع تمنياتي طبعا أيضا لنادي القادسية بالتوفيق في بطولة الاتحاد الآسيوي والوصول إلى المباراة النهائية، وإن كان يمكن يزعلون عني الإخوان البحرينيين، ولكن العزاء أن فريقين خليجيين متواجدين وواحد منهم بنشوفه في النهائي، مع تمنياتنا أن البطولة ما تخرج من دول الخليج، لأن الكويت سبق أن فازت في هذه البطولة العام الماضي. فأتمنى كل التوفيق إن شاء الله للكرة الكويتية في المستقبل القريب.
امين يا رب العالمين واجمعين ان شاء الله. الاستاذ المحاضر بالاتحاد الاسيوي الاستاذ جاسم الحربي، سعيدين بتواجدك معنا، وانت من الناس اللي دائما لهم تواجد ولهم يعني تفعيل في قضيه اللاعبين واحتراف اللاعبين بصفتك يعني وكيل لاعتماد بعض المحترفين او اسماء معينه. حياك الله استاذ. الله يحييك وانا بصراحه سعيد جدا بين اهلي وربعي في الكويت، واثني على ما قاله الاستاذ عبد الرحمن، ما ابغى اعيد اللي قاله لان نفسه كان في نفسي اقوله. مبروك لدوله الكويت الشقيقه على تحقيقها بطوله غرب اسيا، وان شاء الله نشوف الكويت يطبق الاحتراف بالشكل الصحيح مستقبلا، ان شاء الله على اساس ما تصير فيها حلقات خاصه لبعض الحالات اللي تكون فيها طبعا شكوك او ما شابه ذلك. فان شاء الله نتمنى نشوف الكويت سباقه زي ما ذكرت في التقديم، كانت سباقه الان صارت نعم ما نقول متخلفه، لكن ان شاء الله متاخره نوعا ما. ان شاء الله المسؤولين يعون الشيء هذا، لان الكويت فعلا انا اعتبرها واجهه حضاريه لدول الخليج. نعم. ايضا معنا عبد الله حمدان مدير عام شركه هاتريك الرياضيه. حياك الله معنا. يمكن دارت عليك علامه استفهام كثيره راح نعرفها منك اثناء الحلقه ان شاء الله. الله يحييك، وانا اتشرف في وجودي معاكم والاخوان اخوي عبد الرحمن واخوي جاسم، ونبارك حق منتخبنا الوطني احراز البطوله الى الامام ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام يعني الاخوان في زهور البدع يعني احنا عارفين محله اسمه وتاريخه ما شاء الله. اليوم اتحفونا بالعديد من الورود ترحيبا بضيوفنا الاعزاء، وكاتبين لك استاذ عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ابو عوف كابتن منتخب الامارات والمحلل بقناه الجزيره والشو تايم سابقا. تحيه من القلب من زهور البدع، مرحبين فيك بالكويت ونفتخر كخليجيين بتحليلك الاحترافي. هذه الورود. والاستاذ كذلك جاسم الحربي المحاضر بالاتحاد الاسيوي، مرحبا بك في بلدك الثاني. والاستاذ عبد الله طبعا راعي مكان. مرحبون فيكم اخوانكم من زهور يعني احنا نشكرهم طبعا، نشكر زهور البدع على هذه الورود الجميله، وخصوصا يمكن الاخ بدر اعتقد هو صاحب المحل، نشكره على هذه البادره الطيبه. ونحن بين اخواننا وبين اهلنا موجودين في دوله الكويت، وهذا شيء مو بغريب عليكم انتم كاهل الكويت، يعني تكرمون دائما ضيوفكم بشكل كبير، ونحن ما نعتبر اعمارنا ضيوف عليكم اصلا، نحن من اهل الدار. اهل المكان. وشكرا لابو محمد على ارسال هذه الورود. نبدا معك استاذنا عبد الرحمن. يعني قضيه الاحتراف اصبحت ما هي شغله رفاهيه زائده، اصبحت امر اساسي وواجب في الرياضه بشكل عام وكره القدم تحديدا. لما تشوف بلد مثل بلدنا بلد الكويت، يعني احنا جايبين مستمتعين بتواجدكم معنا، نستفيد من تجاربكم في قضيه الاحتراف. احنا شنو ينقصنا احنا بالكويت اساس نواصل الركب ولا نواكب الركب؟ وجهه نظرك. شوف، بالنسبه لنا اعتقد دوله الكويت كانت سباقه مثل ما ذكرتوا في بدايه الحلقه في كل شيء، في كل الامور اللي كانت رياضيه او الامور الثانيه المختلفه في مجال الحياه. تواجدها خلف بعض الدول الخليج هذه علامه استفهام كبيره على دوله مثل الكويت. اعتقد عالم الاحتراف حاليا لازم يكون مطبق في دول الخليج بكافه دولها الموجوده في دول الخليج، لان مهمه جدا بالنسبه للاعبين. كل واحد لازم يعرف لين وين وصل، شو الواجبات اللي عليه، شو الحقوق اللي عليه من قبل ناديه او من قبل حتى منتخب بلاده، لان تسيرك بالشكل الصحيح. الاستراتيجيه لما تحطها بالشكل الصحيح الكل يقدر يمشي عليها، ما بتشوف فيها شواذ، ما بتشوف فيها واحد يعني يطلع عن خط سير الاحتراف اللي انت حاطناه. ولكن من خلال يمكن متابعتنا لدوله الكويت انا اعتقد انها يعني ما وضعت الخط الصحيح. يمكن في يعني امور تطبيقيه لم تطبق بشكل صحيح في دوله الكويت. كان في مفروض يعني انتهاج استراتيجيه او خطه جيده بالنسبه يمكن المجلس الاولمبي عندكم او وزاره الشباب والرياضه مثل ما يسموها، او الهيئه العامه للشباب والرياضه. هذه كانت مهمه جدا، يعني حتى يعني مش يعني انا احط علامه استفهام، ليش دوله الكويت خارج منظومه الاحتراف؟ يعني الامارات موجوده، السعوديه موجوده، الامارات احنا استاذي عبد الرحمن، الامارات قبل ان ننتقل مع اخوي خالد للاسئله الاخرى، الامارات كيفيه بدايه دخول الامارات في منظومه الاحتراف. انا شخصيا اذكر حادثه محمد راشد لما انتقل الى